لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ عبير كردوس التميمي، الأخ علوي السقاف رئيس فرع الاتحاد، الأخ أمير محسن التميمي رئيس اتحاد تريب الحمام الزاجل، نادي تريب للحمام الزاجل، الأخ الأستاذ عمر باشعوث رئيس نادي الوحدة، الأستاذ كرامة، الأخ الأستاذ أحمد العطا رئيس السابق للفرع، الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته، أسعد الله مساءكم بكل خير. بداية أقدم اعتذاري لتأخرنا لظروف خاصة، وكنا والله من بعد صلاة العشاء والأخوة جاهزين، ولكن حصل الظرف طارئ وتأخرنا، ولكن أصرينا على الحضور لمشاركتكم هذه الفرحة وهذا التكريم. حقيقة سعيد جدا حضوري هذا اليوم بين أخواني وآبائي في هذا النادي وفرع اتحاد الحمام الزاجل من الفروع النشطة في وادي وصحراء حضرموت. وحقيقة بالنسبة لي لا أبالغ أن أقول أفاخر بها في كثير من المواقع، كون الكثير يتكلم على أغلب الألعاب في كرة القدم وفي الطائرة وغيرها، ولكن ما يحصل في فرع اتحاد الحمام الزاجل شيء نتكلم به على مستوى خارجي. فلما نتكلم على إقامة سباقات من سقطرى أو من غيرها من الأماكن